اه الحمد لله شغال اهو. شويه من هنا وشويه من هنا وربنا بيكرم يعني. انت في ايه يا سعد؟ انا في تربيه رياضيه في الهرم امم وربنا يعديها على خير بقى. سنه كام؟ والله تاني عمال اجل بقى لي 3 سنين عمال اجل كل سنه عشان خاطر ما تكون في ماتشات، تكون عندنا بطوله او حاجه، فعمال اجل يعني. المره دي بقى قلت لا انا هخش امتحانات ما فيش ارتباطات رسميه فاخلص بقى. اخلص عشان بقى يعني سن التجنيد وكده، فقلت اخلص يعني ما فيش فرصه، ما فيش اي ماتشات رسميه او اي حاجه يعني. بالظبط. كان عندك امتحان النهارده عشان كده مسافر متاخر شويه عن البعثه. عندي امتحان النهارده وعندي بعد بكره، فحتى يعني هبقى هلعب الماتش وهرجع برضه قبل البعثه ما ترجع بيوم عشان الحق الامتحان التاني يعني. ان شاء الله. بتذاكر كويس كده ولا ما عندكش فكر؟ لا ما فيش لعيب كوره بيذاكر خالص طبعا. الامتحانات نظري ولا عملي؟ هو في نظري وفي عملي، بس اليومين دول نظري شغالين. البراشيم اخبارها ايه؟ والله كويسه، بس يعني بنتقفش، بس الواحد بيحاول يعني يتخابس يعني. تمام، ربنا يكرمك ان شاء الله. قول لي يا سعد يعني ماتش الهلال السعودي مع فرقه قويه، ماتش اعتزال وكل حاجه، ولكن الماتش هيكون فيه طابع رسمي. فريق الهلال فريق كبير جدا في السعوديه، النادي الاهلي بطل افريقيا وبطل مصر. شايف الماتش ازاي؟ ودايما ماتشات الاعتزال اللاعب المعتزل بيلعب ربع ساعه او ثلث ساعه وبيخرج، والماتش بيبقى قوي جدا وهيكون جماهيري. المصريين هناك في السعوديه اكيد هيكونوا موجودين يتفرجوا على النادي الاهلي، ودي تعتبر اول مره النادي الاهلي يروح السعوديه بعد ما فاز ببطوله افريقيا، فالمباراه هتبقى جماهيريه كبيره جدا بالاضافه الى جماهيريه نادي الهلال السعودي طبعا. هو طبعا زي ما حضرتك قلت لك احنا ماتش مع نادي كبير زي نادي الهلال في السعوديه ومع النادي الاهلي بطل افريقيا، هيبقى ماتش قوي، يعني في معظم نجوم النادي الاهلي موجودين، وبرضه بعض اللعيبه الشباب اللي هي برضه نفسها تشارك وتقدم شكل كويس، فيبقى ماتش قوي بالنسبه لنا كلنا، نفسنا كلنا نشارك ونقدم مباراه كويسه. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان الماتش يخرج بصوره كويسه واللعيبه كلها تقدم مستوى كويس. برضه احنا عندنا بيعتبر تجربه بالنسبه لنا، برضه في اول مباراه وديه بالنسبه لنا بعد الفتره اللي فاتت، فبنتمنى برضه ان احنا كلنا نستفاد منها ونخرج بشكل كويس بيها يعني ان شاء الله. ان شاء الله. سعد انت عقدك هيخلص مع النادي الاهلي نهايه الموسم الحالي صح؟ انا عادي يعني اخر 6 شهور دول في عادي. ما حدش قعد معاك من لجنه الكوره او حد من المسؤولين في النادي الاهلي عشان تتكلموا في العقد الجديد؟ لا ما حدش اتكلم معايا في اي حاجه وانا يعني مش مركز في التجديد ولا في اي حاجه دلوقتي، انا بتمرن عادي يعني كل تركيزي ان انا اتمرن بشكل كويس، بحاول اوصل اخش التشكيله الاساسيه، وهو ده كل تركيزي يعني، ما افكرش في تعديل عقدي او في تجديد او في اي حاجه يعني دلوقتي. التعامل بينك وبين كابتن حسام البدري ازاي يا سعد؟ انا عارف ان كابتن حسام بيحبك جدا، بيحب مجموعه اللعيبه الصغيرين، يعني شفناه الفتره الاخيره بيعتمد على رامي ربيعه، موجود محمد نجيب طبعا مع الخبره، كابتن وائل جمعه، انت موجود ولعبت بعض الماتشات، يعني شايف التعامل ازاي في ظل برضه يعني دفاع النادي الاهلي دلوقتي فيه عناصر مميزه جدا كمان بالاضافه لشريف عبد الفضيل؟ والله هو كابتن حسام يعني علاقته بيا يعني احترام، يعني هو مدير فني وانا بحترمه جدا، يعني رقم 1 احترام، رقم 2 ممكن هو في لعيبه معينه هو مثلا بيبقى غير، هو طبعا رقم 1 بالنسبه للمدير الفني واهم حاجه يكسب، فاللاعب اللي بيكسبه هو اللي بيلعب او هو اللي بيكون موجود بالظبط. فهو كابتن حسام مع معظم اللعيبه يعني بيحاول ان هو اللي بيكون مميز او اللي بيكون بيأدي بشكل كويس هو اللي بيكون موجود، لكن اللعبه هو يعني بيحب معظم اللعيبه الصغيرين، مش سعد بس او اي حد ثاني، بيحب معظم اللعيبه الصغيرين، بيحب يديهم فرصه ويساندهم، فانا بحترمه واتمنى بقى لو بيحبني الفتره الجايه يديني بقى على طول عشان يعني ناخد الثقه بقى ونلعب كده الفتره الجايه. ربنا يكرمك ان شاء الله وتلعب، وانتوا لعيبه كلكم مميزين، ويعني ان شاء الله بالتوفيق، ونتفرج على ماتش حلو بين الاهلي والهلال. الماتش يوم الجمعه الساعه كام بتوقيت مصر يا سعد؟ ما اعرفش والله كابتن كريم، لسه مش عارف الساعه كام؟ لسه ما اعرفش الساعه كام، انا هوصل بقى اعرف كل حاجه. هو اكيد هيكون بعد صلاه العشاء بالنسبه للسعوديه، يعني مثلا هنا هيكون الساعه 7 بتوقيت مصر اعتقد. هو غالبا هيكون الساعه 7 بتوقيت مصر، لانهم قالوا لي ان انا هرجع بعد الماتش على طول، فتقريبا هيبقى في الحدود دي يعني. تمام، بشكرك وتوصل بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله كده. بشكر سعد سمير مدافع النادي الاهلي اللي في